يلا مع بعض نعمل شوية كبدة وسجق وحبة بتنجان وطماطم مخللين. بجد فطار حلو جدا، تغيير عن العادي بتاع رمضان. أكلة كده سندوتشات سريعة جدا. الأكلة دي حرفيا اتعملت في ربع ساعة بالظبط. أهم حاجة امشي على الخطوات معايا وأنا هخليكي تعملي أجمد أكل في أسرع وقت. يلا مع بعض نتابع الوصفة. بس لو لسه مش متابعة القناة بتاعتي ياريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد على اليوتيوب. تعمليه فولو للصفحة لو على الفيسبوك. أول حاجة هنجهز كل خضارنا وهنقطعه عشان لما نروح على البوتاجاز يبقى كل حاجة جاهزة. هنقطع شوية بتنجان ونخرم كده شوية فلفل عشان ما يطرقعش في وشنا. ونحضر الطماطم بتاعة سلطة الطماطم، نقطعها مكعبات كبيرة شوية وممكن دواير. هنفصص راس توم كبيرة علشان احنا التوم ده هنستخدمه في كل حاجة. حطيت عليها معلقتين ملح وحطيت كمان قرن فلفل حامي ودقتهم كويس جدا مع بعض. علشان نحضر للكبدة بتاعتنا، كبدة العربيات، جبت معايا فلفل قطعته رفيع جدا، حامي بارد براحتك. هنا بقى معانا الكبده متقطعه عصافيري. الخطوه دي مهمه جدا، انك تحطي عليها معلقه طحينه. دي هنا طبعا ناس كتير معتقده ان الكبده بتتغسل، الكبده ما بتتغسلش. مجرد انك تحطي عليها معلقه طحينه هتقضي بقى على اي زفاره وهتقضي على اي ريحه وهتخليها طعمها حلو جدا. كده احنا جهزنا حاجات الكبده، جهزنا حاجات السلطات. يلا بقى ندخل في السجق. هنقطع معانا طماطم، بس الطماطم تكون طريه شويه، وفلفل وبصل. هنجهز بقى التوم اللي احنا عملناه، هنحط عليه معلقتين كزبره ومعلقتين كمون. التتبيله والاكله دي بتتاكل في ساعتها، لان الكزبره والكمون من البهارات اللي بتمرر. لو سبتيها في الاكل كتير بتمرر. فطبعا انت هتحطي الخلطه دي على الحاجه وهي بتستوي، هتعملي كميه على قد الاكل. هناخد منها نصها والنص التاني هنستخدمه للكبده وللسجق، والنص دوت هنستخدمه للسلطات البتنجان والطماطم وكمان سلطه الطحينه. هحط عليه معلقه خل كبيره وهقلبهم. هقلبهم كويس جدا مع بعض. هحط كمان عليهم المفروض طماطمايه مبشوره صغيره خالص، او انا كان عندي الطماطم بتاعه السجق طبعا طماطم لينه كده، فخدت منها حبايتين كده وهرستهم كويس مع الطماطم ومع الثوم ومع الفلفل. نيجي بقى على البوتاجاز، لان هي احنا هنقف على البوتاجاز بالظبط يعني 5 دقايق مش اكتر من كده. طاستين معانا او حلتين او صينيتين. اهم حاجه حاجات تكون واسعه علشان خاطر الحاجه ما تنزلش ميتها ويكونوا سخنين جدا. هننزل في اول طاسه بتاعه الكبده بحبه زيت بس يكونوا حلوين شويه، يعني خليكي كريمه شويه. وفي الطاسه بتاعه السجق هننزل بحاجه بسيطه يا دوبك يعني تمسحي الطاسه. هننزل بالكبده اول ما الزيت بتاعنا يسخن قوي عشان تاخد صدمه وما تنزلش الميه اللي فيها وتبقى معضمه، لا. احنا هنزينها كده محتفظه بالميه بتاعتها. فلازم ننزل على الزيت وهو سخن. السجق تركة مهمة جدا عشان ما يفكش منك وتلاقيه بقى حتت وبقى عامل زي اللحمة المفرومة. حطيه سليم زي ما هو في الطاسة، ياخد صدمة وينزل الدهون بتاعته. في ناس بتحب تسلقه بس انا مش مع الجماعة دول. انا بديله صدمة كده بيبقى زي الفل. الكبدة ما فيش ثواني وغيرت لونها، قمت حاطة على طول كده في حفرة كده في النص معلقة كبيرة من الخلطة اللي احنا كنا عاملينها. وطبعا الملح هنحطينه فيها فما ننساش عشان ما نملحش تاني. هنبتدي بقى نسيبها كده بقى مع نفسها لحد ما نشم ريحتها والتومه بتاعتنا تحمر، ونقوم بقى مقلبين كله مع بعضه كويس وننزل بالفلفل. كده خلاص الكبده خلصت، مش فاضل فيها غير خطوه واحده بس اللي هتدي بقى الفحفحه والريحه الفظيعه. هنا بقى معانا هنسيبها بقى ايه يعني دقيقتين كده. خطوه مهمه جدا، رشه كزبره كده بتدي طعم رهيب. خلاص السجق بتاعنا اتحمر كده وبقى حلو ومسك نفسه ونزل الدهن بتاعه. هنقوم بقى ايه ماسكين مقص ومقطعينه، او ممكن على بورد وسكينه وشوكه كده وتمسكي وتقومي ايه مقطعه. طشيت طبعا الكبده بتاعتي بشويه خل. خلاص كده الكبده معايا خلصت. السجق حطيت له الخضار بتاعه، كمان حطيت له معلقه الثوم اللي كانت فاضله من الخلطه. وطبعا السجق بيبقى فيه توابل، السجق الشرقي بيبقى فيه التوابل بتاعته، فانا ما بحبش احط عليه توابل تاني غير اللي انا حطيتهم في الخلطه. هنا بقى هنرجع للسلطات تاني. هنحط بقى معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها على الطماطم ونقلبهم كويس جدا. وهناخد معلقه علشان نعمل بيها سلطه الطحينه، والباقي هعصر عليه ليمونتين كبار وهدلقهم على البتنجان اللي انا حمرته. ممكن تحمريه في الزيت او تحطيه في الفرن براحتك. هننزل بقى بربع كوبايه طحينه عليها ربع كوبايه ميه وهنقلب كده وننزل بالتدريج كده. وما تقلقيش هي كده مش تقيله، هي على ما تحضري السفره وعلى ما تحطي الحاجه والمغرب تقدر هتكون تقلت وبقت حلوه. بس هو ده القوام المظبوط. هنبتدي بقى كده ايه نرص سفرتنا. بصراحة أكلة جميلة حلوة جدا بعيش بقى. الأكلة دي بتحب الفينو بس للأسف مش متوفر، لأن الفرن عندنا في مصر بتقفل في رمضان، ما بتفتحش كده غير في الأواخر طبعا عشان الكحك والبسكويت والكلام ده. حبة بقى جرجير على خس. بصراحة أكلة رهيبة، جربوها أو تغيير من الأكلات التقيلة وحاجة سريعة والولاد بيحبوها وإحنا كمان الكبار بنحبها.